لو انت من اسكندريه تعالى اعرفك تاكل فين. طاسه باور فاميلي كل انواع الفسفور لو راجل كمل، مش ب 1000 جنيه ولا 800 ولا حتى 900 ولا حتى 500. السعر في اخر الفيديو صدمه، غير انها فيها كل انواع الفسفور اللي قلبك يحبه، من اول شوربه الجمبري والطحينه لحد الكابوريا والسبيط والبسارية. تخيل ان كل الصينيه دي تكفي عيله وشله صحاب كمان مش هتخلص. هنا كانت لحظة صمت حبيت اصور لكم كل حاجة وهي بتتعب، من اول الكابوريا وهي على الجريل لحد بلح البحر. والفيديو ده بقى للكبار فقط وممنوع لاصحاب القلوب الضعيفة. ويلا بينا اقول لكم الصينية دي بتتكون من وتكفي عيلة كاملة وشلة صحاب، ودي كان اسمها باور فاميلي لو راجل. كملوا الفيديو للاخر عشان هقول لكم السعر في الاخر. انت متخيل ان انا جاي من سفر مخصوص عشان اجرب كل صينيه العظمه دي وريحه الكابوريا اللي بتنقلك في حته اولى مش تانيه؟ كنت ماشي الساعه 3 الفجر بعد صلاه الظهر، لقيت مكان كده وكانت بطني بتصفى اسمه شكسبير الجمبري. ريحه الكابوريا والجمبري جابتنا من على اخر الشارع، دخلت عليه على طول وما ترددتش وطلبت الصينيه دي اللي بتتكون حرفيا من كل اللي قلبك يحبه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بصوا يا جماعه دي شربات. تخيل انك هتاكل كل ده والسعر صدمه اللي هقوله لك في اخر الفيديو. هنرغي كتير ولقيت الشيف طه بينزل لي الصينيه، جمت عليها على طول قال لي لو راجل كمل. اكيد انتوا عارفين الاسكندرانيه مشهورين باكله السمك والفسفور كلها. لو نفر واحد قدر يخلص لي عندي 2000 جنيه. حبيت اول حاجه ابدا بيها وهي شوربه الجمبري والطحينه اللي بتنزل لكم شيء اساسي مع اي حاجه تطلبوها من عند المكان القمر ده. عايز اقول لك ان شوربه الجمبري نقلتني في حته اولى. بعد كده دخلت على ركن الاسماك وحبيت اصوره لكم. كل ده بينزل طبعا مع الصينيه. حرفيا يا جماعه ومن غير مبالغه فاحسن مكان بيعمل اكله سمك فسفور وكل اللي قلبك يحبه. انا هجمت على اول حاجه وهي السمك البوري والسنجاري والمقلي. طبعا انواع السمكات اللي بتنزل على حسب اختيار، واحده زيت وليمون وواحده سنجاري وواحده مقليه. ما تنساش وانت بتاكل بقى كل الاسماك دي تغمس في طبق المايونيز. دخلت على السنجاري وكان لازم عليها عصره ليمونه محترمه. واخر حاجه حبيت اختم فيها في الاسماك هي السمكه المقليه. الركن ده اللي في الصينيه اللي مفيش حد حرفيا في العالم ما بيعشقهوش. انتوا متخيلين انكم هتاكلوا كل ده بالسعر اللي هتسمعوه في الاخر ده؟ يبقى لازم تدبس صاحبك ويعزمك. دخلت على ركن الكابوريا اللي غرقانه في التتبيله القمر. عايز اقول لكم اللي خلاني اصلا اطلب الصينيه دي هي ريحه الكابوريا والجمبري. شكلها تفتح النفس من اول ما تشوفها مش من اول ما تاكلها. ادب يا جدعان. امال لي وادخل لي بقى على جانب السمك الفيليه اللي متبل بالبن معاه طبق طحينه تغرق كل سمكايه فيه كده، حاجه كده قله ادب. بعد كده دخلت على البسارية اللي بتنقلك في حته اولى مش تانية، ودي اللي لازم تعصر عليها عصره ليمون. وما عرفتش انا باكل البسارية دي ازاي لدرجه اللي انا عملتها سندوتش. هنا انا كنت مفكر ان الصينيه خلصت، لقيته بيصدمني وبيقول لي مش قلت لك لو راجل كمل. دخلت على بلح البحر اللي الحجم بتاعه بضمير، ده بقى تحسه كده شكله وطعمه لوحه فنيه. هنا كنت لازم اهدي بشوربه جمبري قبل ما ندخل على الجمبري. قلت بسم الله الرحمن الرحيم وعملت سندوتش جمبري اللي انتوا شايفينه قدامكم. هنا بقى حرفيا انا حاسس ان انا كنت باكل زبده مش باكل جمبري. مش بس كده، لا ده بيبقى كمان موجود فيها رز احمر غرقان في الصينيه. طبعا ما يحلاش الا بكل اكله الفسفور دي. طعم الجمبري كده احساسه كان مختلف شويه، وعامه اي حاجه في الصينيه دي حسيت ان طعمها مستويه على الاخر. انت مفكرها خلصت؟ لسه ما خلصتش. بيغرقها لك كمان فلفل مولع زي اللي مولعه منك دي، عارفاها؟ ربنا نختم باصل الكابوريا ان ريحتها هي اصلا اللي خلتنا نجرب كل الجريمه دي. تتبيله من الوش كده عليها تنزل في القلب مش في المعده. هنا حبيت اختمها بسندوتش فسفور مع عصره الليمونه وسندوتش بساريه تستاهل بقك. حطيت كل اللي في الصينيه دي على سندوتش واحد واهجم وغم حاجه ضرب نار. وتعالى بقى عشان اقول لكم السعر عشان هتتصدموا دلوقتي. وهنا الصراحه بعد ما خلصنا وما كملناش، انت متخيل لو عيله كامله رايحه او صحاب او عزوم اي حد هيروح من طرف مودي جنش ب 450 بدل 500 جنيه؟ حد يقول لي ازاي الراجل ده لو بيخسر مش هيعمل كده؟ والمكان هو شكسبير الجمبري، اصل الفسفور في مصر، ومكانه في سيدي بشر بحري شارع الاكاديميه من ناحيه جمال عبد الناصر. انتوا كمان دليفري، هسيب لكم الارقام في عنوان الفيديو وفي اول كومنت. اعمل منشن لصاحبك دلوقتي لازم يعزمك ودبسه.